ابد لا تقول اني مقدر نفسي وانت بنفسك الاكله اللي تحبها. اذا تريد تعرف انت مقدر نفسك او ما مقدر نفسك، شوف ايش قد صار لك انت ما ماكل الاكله اللي تحبها. خذها قاعده اخي الكريم، انت اليوم خلي عندك معرفه تمام بالشغلات اللي تحبها، الاكلات اللي تحبها تسويها بنفسك يعني حتى تطلع عندك نتيجه احسن. وبما انه اني صار اختصاصي بمجال الفنجر، فهذا كله فضل رب العالمين. اصدقائنا الطيبين، الفنجر اسويه لكم ولي نفس الشيء بالضبط، واتعب عليه تعب مو تعب عادي. حتى نطلع نتيجه كلش حلوه لازم نتعب بالاكله، لان شنو الاكله الطيبه اللي نحبها هي مكافاه لنا، هي تحفيز لنا، هي استمراريه لنا للاسبوع اللي يجي، حتى تصير عندنا استراحه، حتى نكافئ نفسنا مرة الاخ بالاكله اللي نحبها. فاصدقائنا الطيبين، ابد لا تحرم نفسك من الشيء اللي تحبه، خاصه اذا اكله عندك تحبها. والحياه هي عباره عن شغلتين طيبات، صديق طيب واكله طيبه. ما توفر الصديق الطيب، كافئ نفسك باكله طيبه يا اخي.